ازيكم عاملين ايه؟ انا عمر عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو هيكون 5 سيشن في سيشنات البوستر. والفيديو ده هنتكلم عن اللي هو السكشن الاخير خالص اللي بيبقى في البوستر كله، اللي هو الدiscussion والكونكلوجن والكومنج بلانز. والريفرنس ده هيبقى فيه فيديو لوحده لان هي ايه ليها شرح بس مفصل شويه. تمام. فنبتدي باول حاجه بالنسبه للدسكشن. بالنسبه للدسكشن بقى اللي هو احنا بس كان عندنا غلطه. المفروض ان الدسكشن دي انت بتناقش فيها الريزلتس والاناليسيس بتاعه المشروع بتاعك. بمعنى ان احنا مثلا في الديتيلز اوف سنسورز، ان احنا كنا عايزين نثبت للمقيم ان السنسور الجديد اللي احنا حطيناه بدل السنسور القديم قد ايه ان هو مثلا فرق في الريزلتس. يعني مثلا دلوقتي الاكيورسي بتاعه السنسور ده مش الاكيورسي بتاعه الجهاز، الاكيورسي بتاعه السنسور ده من كذا لكذا، والاكيورسي بتاعه السنسور الجديد من كذا لكذا. تمام. فده اثر قد ايه في الريزلتس. احنا ما ذكرناش هو اثر قد ايه في الريزلتس، دي غلطه مننا، بس كان المفروض ان احنا نعملها يعني. تمام. وحته الاي موديل لوز دي يعني المفروض ان احنا كنا نشيلها كلها اصلا، ان هي غلط يعني. المفروض ان احنا ما كناش نحطها لان هي كده كده قوانين يونيفرسال، يعني مش شرط ان هي تلاقيها في سيرش بيبر. حتى في قوانين سيرش بيبر بتستخدم اي موديلز، ما بتقولش ان هي يعني ما بتقولش القوانين اللي هي بتاعت الاكيورسي والحاجات دي، لان هي كده كده هي معروفه يعني. تمام. هنا برضو في الدiscussion احنا حاطين ايسو ستاندردز، اللي هو البروجكت بتاعكم مطابق للامان ازاي. يعني مثلا دلوقتي احنا في الايسو ستاندرد ده ان احنا البروجكت بتاعنا مثلا الالكترودز اللي فيه، مثلا المواد اللي فيها لما تيجي تلزق على الجلد مش هتبقى توكسيك. تمام. لو حد يسأل انتوا هتجيبوها منين، انتوا ممكن مثلا تكتب على GPT مثلا دلوقتي، تبعت له البوستر بتاعك وتيجي قايل له انا عايز بس الايسو ستاندردز لكذا كذا مثلا في الماتيريالز بتاعتي، وساعتها هو هيجيبها لك عادي يعني، وبيجيبها صح. تمام. ودي برضو حته مهمه جدا في ان انت يعني يفضل انك تحطها. ان انت بتقارن مشروعك بالمشاريع التانية. يعني مثلا دلوقتي المشروع بتاع الهولتر اللي احنا حاطينهم هنا هو اصلا تحت. تمام. اللي هو هنا حاطين البروجكت والاكيرسي والموديل والبرايس وصوره كل حاجه، وبتقارن بقى المشروع بتاعك بالمشاريع التانية. بس كده. فبالنسبه لنا الكونكلوجن، فاللي هو انت تختصر المشروع زي الابستراكت، بس مختصر اكتر من الابستراكت يعني، لان هي ما فيهاش، انت مش بتتكلم قوي عن البروبلم يعني، غير زي كده يعني واحد اتنين تلاته والسوليوشن في حل يعني في سطر. تمام. لو انت بتقول مثلا الجهاز وصل لاكيورسي كذا، وان هو المميزه مثلا بتاعت الريل تايم مونيتورنج ان هو يعني وفرت كذا، وان البروبلمز دي ودي ودي اتحلوا عن طريق الجهاز اللي احنا عملناه. بس هي بتبقى ايه يعني، هي بتبقى حاجه مختصره قوي كده، اللي هو بتخطفها بسرعه بس على طول يعني. بالنسبة بقى للكومينج بلانز، فهي بتبقى بتختلف طبعا من كل معرض للتاني. يعني مثلا دلوقتي معرض التمهيدي بتبقى الكومينج بلانز مختلفة عن المعرض المحلي، والمعرض المحلي بتبقى مختلفة عن المعرض اللي بعده. لأن يعني المفروض إن أنت بتكون طورت في البروجكت، أو إن أنت بتكون فعلا نفذت الحاجات اللي أنت قلت عليها. يعني مثلا دلوقتي إحنا قلنا هنا إن شاء الله مثلا لما إحنا كنا نتأهل جلوبال وكده، إن إحنا كنا عايزين نركب السنسور الجديد، وإن إحنا عايزين إيه نجرب على حالات أكتر، وإن إحنا كنا عايزين نطور الموديل بتاعنا. ويفضل انك تكتب الشهور والسنة، عشان بس ايه تبين ان انت فعلا هتعملها يعني وكده. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. ولو حد عنده سؤال يقدر ان هو يسألنا على جروب الواتس تحت في الديسكريبشن. وبس كده، سلام.